معقول يا بابا؟ مش معقول ليه؟ على فكرة يا ليلى، أبوكي طول عمره لا كان له ظهر ولا نافق حد أبدا. يعني أي شيء أنا وصلت له بمجهودي وشغلي. أنا هشتغل عادي خالص، جايز الشغل يخليه يغير رأيه، جايز، ليه لأ؟ مش جايز، ده أكيد. وجايز كمان الأجل يجي قبل ما الحركة تتمضي وتطلع، وابقى مت وانا في الخدمة. ايه يا بابا الكلام ده يا بابا؟ بعد الشر عنك. وجايز برضو يا حبيبتي اطلع معاش وافضلك بقى. انت ليه شايفاها حاجة وحشة؟ بالعكس، ده احنا اخيرا هنفضل بعضينا انا وانت يا جميل. ما تتلككش بيا بقى، خليك انت في شغلك. انا بجد خلاص بقيت كويس. تعرفي يا ليلى، اول مرة اصدقك كنت بتقولي انك بقيتي كويسة، وانا حسيت فعلا من ساعة الوقعة الاخيرة دي انك بقيتي كويسة. عارف بجد انا بقيت كويسه ليه؟ ليه يا حبيبي بابا؟ من كتر خوفي وقلقي عليك بقيت خايفه يجرى لك حاجه بعد الشر عنك. بقيت كل حاجه مهما كانت كبيره بقت تصغر قدام خوفي عنك. ربنا يخليكي ليا يا لولا. ويخليك ليا يا دوله. دولة؟ عارفة لو حد في المديرية سمعت بتقولي لي دولة دي مش هيبقى فيها معاش، ده يبقى فيها عزل نهائي. العربية دي فيها شغل كتير، هسيبها لنا ساعتين وبعدين تيجي تاخدها يا باشا. لا اسيبها ايه؟ انا عارف كويس ان لو سبتك مش هتمد ايدك فيها لحد بكره. لا احنا ملناش في الاونطه دي يا باشا، بعدين ده انت اول مرة تنورنا واحنا عايزين نكسب زبون. ساعتين بالظبط وتعالى خدها. لا يا عم، لو على الساعتين هقعد جنبك هنا. مش عايز اعطلك. لا مفيش عطل ولا حاجه. هذا تيتو، شوف الباشا يشرب ايه. حاضر، تشرب ايه يا باشا؟ شويه شاي. عينيا حاضر. رشا، ايوه يا بابا. انا مش منبه عليكي 100 مره بلاش واقفه سبت الشباك ده. ما انا كنت بنشر الغسيل. وانا منبه عليكي انت امك 100 مره ما تنشروش في الشباك اللي على الشارع وانشروا في الشباك اللي جوه. ما هو هناك ما قضاش. بلاش رغي كتير، خش جوه يلا وما تقفيش هنا تاني، انت فاهمه؟ حاضر. هتهبل يا ندى، هتهبل. طب ما تكلميه انت بدل ما انت مستنيه هو اللي يكلمك. يا سلام، وانا كنت يا فالحه مستنياكي تقولي لي الكلمتين دول يعني؟ ما انا اكيد كلمته وعملت كده من نفسي. فعلا؟ وبعدين؟ ولا قبلين، النمره اللي اداها لي على طول مقفوله. طب ما يمكن مسافر ولا جراله حاجه. انا عارفه بقى. بصراحه يا ندى، الواد ده طالع من عينيا. اصل انتي ما شفتهوش، ما تعرفيش ده جاي منين ولا ازاي. الواد موز مزازه زي ما قال الكتاب، ما فيهوش غلطه. ولا عينيه عليه جوز عينين. يا لهوي يا لهوي، حلوين بس. حلوين بس؟ اوه ماي جاد. معلش، هو اخد الشر وراح. راح ايه بس؟ ده انا اللي رحت. طب وانت ناويه تعملي ايه دلوقتي؟ هعمل ايه يعني؟ هرجع للصندل اللي كنت مصاحباه. يا مجرمه. واهو عصفور في اليد احسن من 10 مش عارفين عنهم حاجه. السلام عليكم. سلام ابو حميد. سلام بكره ان شاء الله. انا اللي كان قاهرني واللي كان وجعني اديتهم كل حاجه وهم استغنوا عني. مساء الفل يا عم امين. مساء الجمال. مساء الفل. انت تعرفني؟ اللي اعرفك، هو في حد في الدنيا ما يعرفكش؟ اركب. اركب فين يا مؤاخذة؟ هنا يا معلم. مالك يا عم، في ايه؟ هو انا هاكلك؟ مش القصدي، بس انا لا مؤاخذه ما اعرفكش. بس انا اعرفك بقى واعرف عنك كل حاجه. اركب يا عم، عندي ليك مصلحه لوز. السلام عليكم. وعليكم السلام. بكره يا شيري لما توصلي المكتب تحجزي لي على طيار في الدقه وتبعتي لي SMS بالميعاد. تمام.
تصبحي على خير. ده يا امجد هو ده مسافر؟ معلش يا بيبي، غصب عني، عندي ميتينجز ويوم او يومين كده وتلاقيني قدامك على طول. هو انت مش شايف ان الميتنج بتاعك كده التليفين دول؟ طب اعمل ايه بقى؟ انت اللي وشك حلو عليا كل يوم اكتر من التاني. ايه رايك يا عم امين؟ حلوه الصور مش كده؟ وانت لا مؤاخذه ايه اللي خلاك تصورني كل الصور دي؟ اصل انا غاوي تصوير من صغري، وانت الشهاده لله وشك فوتوجينيك على الاخر. بس ايه يا راجل الشقاوه اللي انت فيها دي؟ شكلك ما يقولش كده خالص. انت سواق عربيه اسعاف ولا رئيس عصابه؟ بقى الراجل يامنك على عربيه المستشفى بتاعته اللي جايبها للعيانين الغلابه، تقوم تقلبها مراجيحها، مره تشقط بيها ومره تجيب صحابك وتحششوا جواها وتقلبوها غرزه. ده انت ناقص تاجرها مفلوس. انت عايز مني ايه يا جدع انت؟ وانا عاوز منك ايه؟ كل الموضوع اني ابعت الصور الحلوه دي لصاحب المستشفى عشان يعرف ايه اللي بيحصل في العربيه بتاعته من ورا ظهره، وهو بقى يتصرف معاك. ابوس ايديك كله الا كده، انت لو عارف هيخرب بيتي. خايف؟ انا في عرضك، انا عندي عيال وعايز اربيها. يعني هتسمع الكلام؟ خدامك لو اقدر. وانا مش عاوز منك حاجه كبيره. انت الوحيد اللي بتسوق عربيه الاسعاف دي مش كده؟ ايوه. حلو قوي. يبقى كل المطلوب منك لما تروح تنقل بنت من الملجأ للمستشفى تبعت لي رساله على الرقم اللي هديهولك وتكتب لي فيها 3 حروف. حصل. ملجأ؟ الملجأ يا امين ما تعرفوش؟ لا عارفه، ونقلت منه بنات كتير قبل كده. خلاص، يبقى المره الجايه لما تروح تنقل بنت من هناك تبعت لي رساله على الرقم ده. اتفقنا؟ اتفقنا. الحمد لله على السلامه يا مستر امجد. حضرتك ما تاخرتش المره دي. انا قلت لك يا شيري هما يومين بالكتير. عايزك ترتبي لي ميعاد مع مجلس الاداره بكره. حاضر يا مستر امجد. عندنا شغل كتير قوي. اتفضلي. يا اخي الواد نادر وحشني قوي. هو الوحيد اللي كان بيرضى يسهر معايا الفجر. الله الله الله، واحنا ما نشبهش ولا ايه يا عم رجب؟ نوح وانت في حد زيك؟ بس انت اخويا كلها كام يوم وهتسيبني انت كمان. لا انا حاجه ازورك زي ما نادر بيعمل معانا بالظبط. والله انتوا الاتنين فيكوا الخير يا ولادي. عموما انا كده كده هقابله لما اخرج من هنا ان شاء الله. اصلي عايزه في حوار كده، هرتب معاه ونيجي نزورك سوا. حوار ايه اللي انت عايزه فيها نوح؟ جايب له شغل. شغل ايه؟ هشغله معايا. هتشغله معاك في ايه؟ انا هشغله معايا وزير، هيساعدني في شغل يا عم راجل. في التزوير يا نوح؟